طيب واحده من الحاجات اللي برضو كانت تبعات لقاء الامس، انه القاصي وداني بقى شايف ان الاهلي في حاجه الى مهاجم، وان مفيش ولا اسم مع كل الاحترام والتقدير لكل الاسماء اللي موجوده داخل جدران الاهلي، سواء محمد شريف او طاهر او جراديشار، كلهم قادر انه يحل محل او يعوض غياب وسام ابو علي. فمسؤولو الاهلي دلوقتي شغلهم الشاغل، هدفهم الاول في سوق الانتقالات القادمه في يناير هو التعاقد مع مهاجم. في حاله التعاقد مع مهاجم محلي اسامه فيصل بس. اسامه فيصل دلوقتي بقى هدف، بقى مرصود من قبل اداره الاهلي. على فكره الاهلي كان داخل بكل تقله في اسامه فيصل في الانتقالات الصيفيه ولم يوفق. دلوقتي الاهلي بكل الطرق عايز يجيب اسامه فيصل في شهر يناير اللي جاي في انتقالات يناير، اذا لم يوفق في صفقه اجنبيه من العيار الثقيل في مركز المهاجم. مفيش قدامه غير اسامه فيصل، فهيشتغل بكل ما اوتي من قوه ان هو يظفر بهذه الصفقه وينهي هذه الصفقه بعد اتصالات مكثفه مع مسؤولي البنك الاهلي. ان هم شايفين ان اسامه فيصل هو اللعيب الوحيد اللي موجود في مصر، او المهاجم الوحيد اللي يقدر يصنع الفارق في خط هجوم النادي الاهلي، الا لو الاهلي جاب بقى مهاجم من بره ويكون مهاجم من طراز رفيع عشان يقدر يحل ويعوض غياب وسام ابو علي.